ولادي تقريبا كل يوم بيشتروا الكاندي ده من بره، وطبعا معظمه مش صحي خالص، ودي اكتر حاجة كانت بتزعجني منهم. فكرت ان انا اعمل لهم الكاندي في البيت بطريقة حلوة وكمان هتعجبهم قوي. فنسمي الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتعالوا بقى كده نعمل مع بعض الكاندي اللي ولادنا بيحبوه بأطعمة مختلفة جدا وكمان هتعجبهم. سمي الله ونصلي على الرسول. هتجيبي كده بولة صغيرة هتنزلي فيها بربع كوباية من المية العادية جدا من الحنفية، عليها معلقتين اتنين كبار من الجيلاتين. وأنا مستخدمة جيلاتين بقري حلال، وأهم حاجة تستخدمي نوع جيلاتين كويس عشان يديكي نتيجة كويسة. هنقلبهم كده لحد ما الجيلاتين يدوب معايا وهنركنهم على جنب. طبق تاني هننزل فيه بنص كوباية من المية المغلية، وأهم حاجة المية بتاعتي تكون مغلية. وهنزل عليها بباكت جيلي أي نكهة انت بتحبيها أو ولادك بيحبوها. وكمان هنزل عليها بمعلقة من السكر. هقلبهم كويس لحد ما الجيلي بتاعي يدوب، وبعد كده هانزل عليهم بالجيلاتين وهادوبه كويس جدًا مع الجيلي. لو عندِك القوالب السيليكون دي تمام، لو ما عندكيش الكوبايات دي موجودة عند أي حد ورخيصة ومتوفرة وسعرها كويس. أهم حاجة استخدمتِ القوالب أو الكوبايات امسحيها مسحة خفيفة خالص من الزيت، وبعد كده انزلي بقى بالجيلي بتاعِك كده بسرنجة زي ما أنا عملت. هتكرري نفس الطريقة في أي نوع جيلي أنتِ بتحبيه. ربع كوباية من المَيّة هتدوبي فيهم معلقتين 2 كبار من الجيلاتين. بولة أو طبق هتنزلي بنُص كوباية من المَيّة المغلية، وزي ما اتفقنا أهم حاجة تكون المَيّة مغلية. وهانزل بباكة الجيلي بتاعي أي نكهة بتحبيها، وعليها معلقة كبيرة من السكر. هادوبهم كويس جدًا لحد ما الجيلي بتاعي يدوب، وبعدين هانزل عليهم بالجيلاتين، وهارجع أقلّب تاني لحد ما الجيلاتين بتاعي يدوب مع الجيلي، وبقى عندِك جاهز. بسرنجة بقى وفي القوالب أو الكوبايات، بس أهم حاجة تمسحيها مسحة من الزيت. هاعمل نفس الطريقة في كل نكهات الجيلي اللي عندي. لكن كاندي الكولا هيختلف شوية. هتجيبي الطبق هتنزلي فيه بمعلقتين 2 كبار من الجيلاتين، عليهم ربع كوباية من الكولا، وحاولي تستخدمي نوع مصري يكون كويس. هتقلبي الجيلاتين مع الكولا بالشكل ده كده وهتركنهم على جنب. كسرولة بقى وهتنزلي بنص كوباية من الكولا، عليها معلقة من السكر، وهترفعيهم على نار متوسطة من 3 ل4 دقايق بالشكل ده كده. بعد كده هترفعيهم من على النار وهتنزلي بخليط الجيلاتين اللي احنا عملناه، وقلبيه كويس جدا وبالسرنجة وفي القوالب. في الوقت ده بقى كده بعد ما تخلّصي هتشيلي بقى القوالب بتاعتِك دي كده في التلاجة لحد ما الكاندي يتماسك معاكِ. نُص ساعة بالضبط وهتطلّعيه من التلاجة. أحلى كاندي عملناه للولاد في البيت جميل أوي هيعجبهم، سواء بقى الأشكال دي. وعلى فكرة كمان لو عندِك بنوتة كده دخّليها معاكِ المطبخ هتفرح أوي بالأشكال دي. مستنياكم بقى تجرّبوا الكاندي وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. وقبل أي حاجة ما ننساش نصلّي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعًا الشرايط دي الولاد عندي حاطّوها في علبة كده وبتبقى جميلة جدًا، وجرّبيها كمان لمّا تحطّها كده في سُكّر حبيبات. مستنية رأيكم في الكومنتات، وما ننساش قبل أي حاجة نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.